تعالي نعمل بقى القرنبيط اللي هو البانيه. هتهرسي القرنبيط بعد ما سلقتيه بالشوكة كويس جدا جدا، وبعد كده تحط عليه من الخلطة اللي احنا عملناها دي، واللي هي عبارة عن دقيق وبيض ولبن وخضرة والتوابل، وتقلبهم كويس جدا مع بعض. وبعد كده تاخديه في طاسة بمعلقتين زيت كده، وتقوم جايه حاطة بقى معلقة كده تحطيها في الطاسة تفرشيها كأنه بالظبط بتعملي قراص عجة صغيرة. تطلع ما شاء الله اللهم بارك ناشف وتحفة جدا جدا جدا. جربوه ان شاء الله الطريقة تعجبكم. اسهل طريقة للقرنبيط، لو محدش بيحب القرنبيط بالطريقة الأصلية اللي هو بقى بقطع كبيرة أو قطع صغيرة، ممكن تعمليه بقى بانيه زي كده وبيبقى طعمه جميل جدا. وممكن تفرشيه في قرص كبير ويبقى قرص زي عجة القرنبيط. ده كده القرنبيط البانيه. يا رب يعجبكم. ما تنسوش بقى اللايك والشير.